سيدنا النهارده وفي ختام هذه الحلقة بقول لحضرتك انه بيتم الان الوسط التاريخ قلب الحقائق، يتم الان بمنهجية واصرار، بيتم الان محاولة محو ذاكرة الناس وكتابة ذاكرة جديدة. الموضوع ده بيتعاظم لما يكون في سباق محموم بين ماسحي الجوخ على الفوز بالسعفة التعريضية للنفاق. الحكاية بتوصل لوضع أسوأ من مواسير المجاري. السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، هل إسرائيل هي العدو الأول لمصر؟ من وجهة نظري أنا لا طبعا مش العدو الأول لمصر. دي بؤر الحرائق اللي على الشاشة. اتفضل يا شيخ مصر. مش العدو الأول لمصر، اللي هو عدو مهادن. يعني في فرق بين عدو محارب وفي فرق بين عدو مهادن. إسرائيل بالنسبة لنا بيننا وبينها معاهدة اسمها معاهدة السلام بتجعله بالنسبة لنا عدو مهادن، في هدنة بيننا وبين بعض. نعم، بموجب الاتفاقية. بموجب الاتفاقية، هذه الاتفاقية تحول بينك وبين الشماتة فيهم. ده رقم واحد. رقم اتنين، إذا ما كانش إسرائيل هو العدو رقم واحد زي ما أنا شايف كده، أمال مين العدو رقم واحد؟ ده احنا وكستنا، ده احنا في مصيبة سودة. ده أنا قاعد طول النهار أقول جاتنا وكسة احنا واللي معانا دول كلهم اللي مش فاهمين حاجة دول كلهم. كنت أتمنى على النظام المصري ولا زلت أتمنى إنه يساعد في إطفاء هذه الحرائق لنبرهن للعالم كله أن الدولة المصرية دولة سلام ودولة أمان ودولة تحترم معاهداتها. أتمنى ذلك. طبعا ده مش قرار، لا أنا لا وإن كان في نقطة أنا هنا بكلم الأجيال الجديدة، إخواتنا وأولادنا. سيبكم من كون قطر وتركيا أعداء على الرغم من هم دولتين عربيتين ومسلمتين شقيقتين. أعداء السفاح يا ابني مش لازم يكونوا أعداء لمصر، بل إن كونهم بيكرهوا السفاح وعصابته فده أكبر دليل إنهم بيعشقوا تراب مصر. أنا بكلمك هنا مش على ده، بكلمك على تزييف التاريخ. خد بالك، بكلم إخواتي وأولادنا وبناتنا وصبياننا وعيالنا. افهم، إسرائيل عدو ومغتصبة ومحتلة وفاشية ومتطرفة، وهي الشوكة اللي في ظهرنا. إسرائيل بتحتل فلسطين العربية، إسرائيل بتحتل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إسرائيل هي العدو. إحنا كنا بنصلي يا ابني، بنصلي وقبلتنا في المسجد الأقصى في فلسطين لحد ما نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. صدق الله العظيم. المسجد الأقصى يا أولاد هو اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أسري إليه وصلى بكل الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج المباركة. إسرائيل العدوة بتحتله وعاوزة تهده. المسجد الأقصى اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إسرائيل العدوة محتلاه. إسرائيل يا ابني هي اللي قتلت الآلاف من المصريين في حرب 48 و56 و67 و73. إسرائيل يا أخويا هي اللي دفنت أسرانا أحياء. إسرائيل هي اللي قتلت الأولاد لما ضربت مدرسة بحر البقر. إسرائيل هي اللي ارتكبت عشرات المجازر. إسرائيل هي العدو. إسرائيل هي اللي عملت مذبحة دير ياسين في 48 وعملت مذبحة قلقيلية في 56 ومذبحة كفر قاسم في 56 وحريق المسجد الأقصى في 69. إسرائيل هي العدو واللي عملت مذبحة صبرا وشتيلة سنة 82 ومذبحة المسجد الأقصى سنة 90 ومذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 94. هم اللي قتلوا محمد الدر على الهوى سنة 2000. هم اللي عملوا مذبحة مخيم جنين سنة 2002. هم اللي حرقوا الطفل محمد أبو خضير سنة 2014. هم اللي عملوا مجزرة حي الشجاعية في حرب غزة سنة 2014. هم اللي حرقوا عيلة الدوابشة سنة 2015. هم اللي اقتحموا المسجد الأقصى 2015. ركز واعرف، إسرائيل هي اللي بتقتل وتضرب إخواتك. إسرائيل هي العدو، ما تخليش حد يضحك عليك. إسرائيل هي العدو. الله غالب، واشوفكم بكرة إن كان في العمر بقية. إلى اللقاء.